السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل بيتي فور زي ما عملنا الكعك. المقادير بتاعتي دي اللي انا عملت بيها طلعت مظبوطة جدا. زي ما انتم شايفين انا حطيت كيلو الا ربع من الزبدة. طبعا بتكون طرية وزي ما وريتها لكم كده وحطيتها في العجينة. هبتدي بقى هضربها كويس لحد ما اللون بتاعها يفتح. دي الطريقة اللي أنا بعمل بيها على طول وحلوة جدا. طبعا زي في طرق كتيرة قوي على النت، بس بصراحة الطريقة بتاعتي ديت حلوة جدا وجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. على ما الزبدة تبتدي تفتح معايا، أنا سايباها بتضرب بسيط جدا. هبتدي أنخل الدقيق زي ما انتم شايفين. أنا هعمل 2 كيلو من البيتي فور. أنا بعمل على طول كده 2 كيلو. ان شاء الله الطريقه ديت لو عملتيها زي ما انا عاملاها كده بالظبط هيطلع البيتي فور معاكي تحفه. طلع معايا بصراحه البيتي فور ناعم وطري كده، طعمه حلو جدا. من بره تحسيه كده مقرمش شويه ومن جوه طري. طبعا بعد ما ضربته كده ضربت الزبده بقت، بصوا لونها عامل ازاي. بصوا فتحت ما شاء الله، بقت حلوه جدا. دي زبده بيضه انا كنت جايباها وسايباها في الفريزر، قلت عشان الكعك والبسكوت. لما طلعتها بقى طلعتها قبلها كده بالليل لحد بقى طريت كده، ابتديت اشتغل عليها. دلوقتي هحط 3 كوبايات من السكر. انا بحب احط 3 كوبايات بحيث ان السكر يبقى مظبوط. وغير كده كمان لو يعني دلع كده شوية، احنا هنحط طبعا المربى او الشوكولاتة النوتيلا. بس انا بقول لكم على المقادير المظبوطه اللي طلعت البيتيفور والله تحفه. زي ما انتم شايفين ضربت السكر مع الزبده ولونه فتح كده. هبتدي بقى ايه، هنزل بيضه بيضه. انا حطيت 6 بيضات. في ناس بقى بتحط ايه على الكيلو 5 بيضات، بس انا ايه، انا حطيتها حطيت 6 بيضات على ال2 كيلو. طلعوا حلو جدا ومظبوط جدا. يعني انا دلوقتي حطيت بيضة، هضرب بقى لحد ما البيضة تختفي خالص من الزبدة والسكر. واحدة واحدة هنزل واحدة واحدة. دي خطوة مهمة جدا، ما احطهمش كلهم مرة واحدة. هنزل البيضة واحدة واحدة وهضرب. طبعا ايه، انا استعملت المضرب، غير المضرب العجن دوت بتاع الكعك. انا عملت المضرب البيض ده عشان اعمل بيه البيتي فور ويطلع حلو كده وجميل. حطيت دلوقتي البيضة واحدة تاني. انا كده هنزل ال6 بيضات واحدة واحدة، وبعد ما خلصتهم هحط بقى الفانيليا. انا حطيت هنا كيسين فانيليا وطلعوا حلوين. انتي عايزة تزودي براحتك بس طلع مظبوط جدا. هضربه كويس جدا، وبعد كده ايه هنزل الدقيق شوية شوية. ما تنزليش الدقيق مرة واحدة. دلوقتي بضربهم كويس جدا، لازم يتضربوا كويس جدا. بصوا بقى قوامه عامل ازاي، كريمي وتحفة. هبتدي بقى احط الدقيق. هو المفروض ان انا ما احطش على العجانة دي. هو بيقول لي ان هي بتاخد 2 كيلو، بس انا ايه، طبعا مش عايزة اضغط عليها. بس بصراحة ضغطت عليها بصراحة. يعني عملت الكعك والبيتي فور، بس كنت بضرب بالراحة يعني مش بضرب جامد. بنخل بقية الكمية بتاعت الدقيق وهنزلها تاني بقى ايه، بس لما يختفي الدقيق من في قلب الزبدة والبيض. زي ما انتم شايفين كده المقادير بتاعتكم يعني بتاعتي مظبوطة جدا، وما بفصلش خالص الفيديو. بحاول معاكم اعملها مظبوطة عشان ايه، لو حاولتي انت تعمليها ممكن تقللي بقى الكمية. لو هتعملي كيلو من الدقيق هتحطي نص المقدار من الزبدة وتحطي نص المقدار من السكر والبيض. طبعا هتحطي 3 بيضات. مش معقول هعمله ب10 بيضات يعني. في ناس بتعمل على الكيلو 5 بيضات، بس انا بتاعي طلع والله العظيم، انا صايمة على فكرة، والبيتي فور بتاعي طلع تحفة بالمقادير اللي انا قلت لكم عليها دي. انا دلوقتي بقى بعد ما حطيت كل الكمية، بصوا دي 2 كيلو، طلع ما شاء الله تحفة.
والعجينة طرية جدا جدا. فانا طبعا هنعملها في كيس الحلواني. بس انا هاخد بقى ايه شوية كده من العجينة، وهحط عليها ايه معلقتين كاكاو عشان تبقى مشكلة، جزء بشوكولاتة وجزء ابيض. بصوا انا مش بعجن، انا بقلبها كده على اساس ان ايه، ان الكاكاو يختلط على طول بالعجينه. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت، بصوا العجينه طريه ازاي. لو مش طريه مش هتمشي معاكي في قلب الكيس الحلواني. بعدها خلصت كله ونزلت تحت البدروم، وعملت بقى ايه، سويته في الفرن الحشاش. حلو جدا وانجزت بصراحة، ما شاء الله تحفة. انا كنت بتعب جدا في التسوية، بس السنة دي الحمد لله اللهم لك الحمد ما تعبتش خالص بجد. بصوا زي ما انتم شايفين كده بعد ما سويته خالص بيستوي. بصوا انا موطيه عليه النار، عشان لو ما وطيتيش عليه النار ممكن يتحرق، عشان بسم الله ما شاء الله النار عاليه. في الفرن ده النار عاليه قوي بجد. انا وطيت كده بحيث ان ايه بعد. بصوا بقى بعد ما استوى بيبان طبعا، حطيت صاجين تانيين زي ما انتم شايفين عشان انجز بقى. انا كنت كله خلصته وبعد كده نزلت سويته. ده بقى بعد ما استوى. بصوا بقى ده بقى ايه برضك كمان بعد ما استوى ما شاء الله. معلش الصاجات طبعا من كتر الخبيز منظرها بصوا عامل ازاي. فانا دلوقتي بقى ايه هبتدي اسيبهم يبردوا شويه كده، وبعد كده ايه هنشكلهم. انا بخلص كل الخبيز، فهطلع بقى ايه اشكلهم بقى براحتي. طبعا التشكيل ده مش بتاعي، مش تخصصي، تخصص البنات. بصوا كده كمان ده اخر صاج استوى معايا، ده اخر صاج. شكله والله العظيم تحفة، وطعمه كان حلو جدا. انا هوريهولكم في الاخر هيعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده بقى حطيت لهم بقى الطبلية. وبعد ما برد البيتي فور عندي فارماسيه، وعندي المربى دي انا اللي عاملاها في البيت، مربى مشمش. وعندي كمان هنا المكسرات فرمتها، وشوكولاته نوتيلا. ده لو حابه الحشو ده براحتك اللي انتي حباه. وحطيت كمان جوز الهند، حطيت فارماسي الوان. البنات بقى بيعملوا بيحطوا بقى المربى وبصوا بيقفلوه ازاي وبيشكلوه. طلع بجد حلو قوي وعجب البنات قوي. بصوا كده ما شاء الله طلع جميل جدا. بتمنى بجد تجربوا الطريقه بتاعتي هتعجبكم قوي قوي. هنا بقى رودينا بقى بتعمل بشوكولاته النوتيلا وجوز الهند. طبعا المربى انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت. اما كنت عامله بقى القمر الدين، لفات القمر الدين نفعتني السنه دي قوي 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 ما شاء الله. نفعتني في رمضان الحمد لله. هنا بقى عملت الكميه، بصوا الكميه كبيره ازاي بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. هرصها بقى في الاطباق اللي عندي زي ما انتم شايفين كده. بجد طلعت حلوه قوي، وهوريكم بصوا عامله ازاي. بصوا عامل ازاي وناعم جدا، وطبعا في قرمشه بسيطه كده حلوه قوي. هوريهولكم بقى. بصوا سهل جدا اللي هو ايه يتكسر. بصوا يعني بيدوب كده في البق. بصوا احلى بجد من بره. لما بتعملي الحاجه في البيت بتطلع فيها بركه وبتطلع نضيفه، وانتي بتفرحي وولادك بتفرحيهم. بصوا عامل ازاي ما شاء الله من جوه تحفه. بتمنى فعلا تجربوا الطريقه، ولو عجبتكم الطريقه بقى بتاعتي ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.